أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن موضوع مهم يخص الكثير من المغاربة، وهو تغييرات مهمة منتظرة في أجور الموظفين والمتقاعدين ابتداء من سنة 2025. قانون الضريبة على الدخل في المغرب تغير بشكل كبير، وهي تغييرات ستؤثر على دخل الموظفين والمتقاعدين، وده هيكون له أثر إيجابي على قدرتهم على الشراء. هنتكلم معاكم في هذا الفيديو عن أهم هذه التغييرات والإصلاحات اللي هدفها تحقيق المساواة وتخفيف الضرائب على المواطن. من أهم التغييرات الجديدة هي زيادة عدد الموظفين اللي مش هيدفعوا ضريبة على دخلهم ل 80%. يعني ناس كتير من الموظفين مش هيكون مطلوب منهم دفع ضريبة على دخلهم. ده بيشمل الدخول السنوية اللي أقل من 40,000 درهم، يعني رواتب شهرية أقل من 6,000 درهم، وده هيخفف العبء على الناس دي ويساعدهم على الشراء. بالنسبة لأجور الموظفين تقرر إضافة زيادة شهرية مهمة توصل ل 480 درهم. قيمة الزيادة دي هتختلف حسب دخل كل موظف سنوياً. الهدف من الخطوة دي هو تحسين معيشة الموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار. الفصل الثالث، وبالنسبة لمعاشات التقاعد، الحكومة بتسعى لإلغاء الضريبة عليها تماماً خلال سنتين. في سنة 2025 هيتم إعفاء 50% من معاشات التقاعد والأموال اللي بتدفعها أنظمة التقاعد الأساسية، وهيكمل ده في سنة 2026 لغاية ما يوصل الإعفاء لكل معاشات التقاعد، وده هيزود قدرة المتقاعدين على الشراء ويضمن لهم حياة كريمة. الفصل الرابع، الإصلاحات مش بس كده، شملت كمان طريقة حساب الضريبة، حيث تم تخفيض أعلى نسبة ضريبة من 8% ل 7%. وكمان تم زيادة الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهم ل 500 درهم لكل فرد في عائلة الموظف، وده هيخفف العبء المالي على الأسر المغربية. الفصل الخامس، بالإضافة للتغييرات دي، الحكومة أعلنت عن حوافز إضافية لتحسين معيشة المواطنين، منها زيادة عدد الناس اللي بيستفيدوا من تخفيضات الضرائب وتقليل الأسعار لحد 50%. وكمان الحوافز دي بتشمل تحسين وضع الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص. الخاتمة، وزير الميزانية فوزي لقجع أكد أن التغييرات دي بتطبق اتفاق أبريل 2024 الخاص بالحوار الاجتماعي، وهدفها هو تحقيق توازن بين قدرة الناس على الشراء وارتفاع الأسعار. ورغم التغييرات الإيجابية دي، مئات المتقاعدين عملوا احتجاجات قدام البرلمان طالبين بزيادة معاشاتهم وربطها بارتفاع الأسعار، وده اللي الحكومة بتأمل تحققه بالتدريج من خلال الإصلاحات الجاية. التغييرات دي خطوة مهمة لتحقيق المساواة ودعم اقتصاد البلد من خلال زيادة قدرة الناس على الشراء وتحسين معيشتهم. تابعونا علشان تعرفوا تأثير هذه التغييرات على حياتكم اليومية.